هذا الشخص اسمه سعيد، طوله 2 متر، سمين جدا. يتعرض السعيد للسخرية بسبب شكله، لا يستطيع رؤية نفسه في المرآة بسبب طوله. يكرهه أصحاب المحلات لأنه يغلق باب المحل بجسده ولا يسمح للمشترين الآخرين بالدخول للشراء. لا تتوقف له الحافلات لأن مقعدا واحدا لا يكفيه. آخر حافلة ركب فيها انحرفت عن مسارها بسبب ثقله وحجمه الكبير. تأخر الركاب عن عملهم بسبب الوقت الطويل الذي أخذه وهو يركب الحافلة. كان السعيد يعاني من عدم وجود ملابس مناسبة لجسمه الضخم. في أحد الأيام خرج من منزله، وجد طاولة لبيع الملابس على الرصيف. سقطت عينه على هذا القميص، قميص غالي الثمن ولم يكن يدري أنه غال. أراد السعيد تجربة القميص على جسمه لكي يشتريه إذا كان مناسبا. عندما ارتداه تمزق القميص بسبب حجمه الضخم. غضب منه البائع كثيرا وأراد استعادة مال القميص. لم يكن للسعيد مال ليدفع ثمن القميص الذي مزقه، فقد ظن أن 200,000 20,000. ذهب للبحث عن عمل بسيط لكي يدفع ثمن القميص الذي مزقه. رفضه كل البائعون وقالوا له: بسبب حجمك الضخم ستتحول من مساعد إلى إعاقة. حزن السعيد كثيرا وهو في طريق عودته إلى المنزل. وجد طلبا للبحث عن عامل تنظيف في أحد المستشفيات الجزائرية. ذهب السعيد لهذا العمل فسبقه شخص آخر، ولكن رآه مدير المستشفى وأشفق عليه فلم يقبل الشخص الذي سبقه في العمل. طلب المدير من السعيد الحضور للتفاهم. جلس السعيد وقام بكسر الكرسي في مكتب المدير. غضب منه المدير غضبا شديدا، ولكن أعطاه العمل وقال له: اجلس في الأرض عند الانتهاء. وافق السعيد على هذا الطلب، ولكن كان هناك شخص يراقب السعيد. أخذ السعيد الفريطوار البالي واتجه للعمل. لم يستطع تحمل صياح المرضى، وضع سماعات في أذنيه لكي يتجنب ذلك الصوت المزعج. في اليوم الأول أغلق الطريق عن شخص كان يريد الذهاب للمرحاض، ففعلها الشخص في نفسه بسبب سعيد. غضب المدير من السعيد وأعطاه فرصة أخيرة. في اليوم الثاني بدأ بالتنظيف في رواق المستشفى. جاءه 3 مرضى وطلبوا منه الابتعاد عن الطريق. لم يرهم السعيد لأنه كان منغمسا بالتنظيف وسماع الأغاني، فمات مريض بسبب السعيد. غضب مدير المستشفى غضبا شديدا، فأعطى السعيد 200,000 يوم خدمة وطرده من العمل. خرج السعيد حزينا من الباب. عند خروجه وقع أرضا فكسر باب المستشفى وأسقط لافتة المستشفى في الطريق، فسرقت منه 200,000 من جيبه عندما كان في الأرض. سرقها الشخص الأول الذي أراد طلب العمل وذهب لأخذ العمل مرة أخرى. نهض السعيد ووضع سماعات في أذنيه، فحدث ازدحام مرور في الطريق بسببه. لم يستطع التحرك جيدا بسبب السقطة، فقد أثرت عليه. بدأ الزوار الجدد لهذه المنطقة بالبحث عن المستشفى ولم يجدوه بسبب سقوط اللافتة التي أسقطها السعيد. قام أحد الأشخاص بسؤال السعيد عن مكان المستشفى، فلم يستطع سماعه بسبب السماعات. اتجه السعيد لبائع الطاولة الذي مزق قميصه. أدخل يده في الجيب ولم يجد 200,000. غضب بائع الطاولة من السعيد وقال له: عاد السعيد حزينا إلى منزله. جاء جد السعيد من فرنسا وأحضر له بدلة رياضية مناسبة لحجمه الكبير، وقال له: يا سعيد، كل عام أجدك كما أنت، حتى الأشجار بجانب المنزل ويتغير طولها وأنت ما زلت في شكلك الاعتيادي. اذهب لعمل الرياضة. لبس بدلته الرياضية الوحيدة المناسبة لجسمه. أعطاه جده 200,000 ليدفع ثمن القاعة الرياضية. ذهب السعيد لقاعة الرياضة. وجد البار فيكس. أراد أن يعمل بعض التمارين فيها فلم يستطع أن يرفع جسده. أصيب بالإحباط. خرج من القاعة ولم يدفع سعرها. توجه لمحل البيتزا كاري وبدأ بالأكل والأكل. وصل المساء. إنه وقت غداء بائع الطاولة. وضع البائع كرتونا على الطاولة وتوجه لمحل البيتزا المجاور لكي يتغدى. وصل بائع الطاولة لمحل البيتزا وطلب القليل من البيتزا، فقال له البائع: لقد أكمل هذا الشخص ولم تبقى أي قطعة والمحاجب انتهوا. تفاجأ بائع الطاولة من آكل البيتزا لأنه السعيد. أكل له غداءه ومزق له قميصا يبيعه ولم يدفع ثمنه.
قيلة هذا دم. باينه هريسه. هاي البيزيريا هنا برك، ما تقوليش الضواو هادو كامل وما شتهاش. والله غير صح الكتيبه ما شتهاش. هاك دوق تشوف. ولو كان يظهر دم. شوف الصح راه يبان. لو كان تظهر هريسه انت تخلص لي بيزا، ولو كان تظهر ماشي هي انت تخلص لي بيزا ومن بعد نرجع لك دراهم. وشكون اللي يذوق؟ درك نسقسيو مول البيزا. انا ما نخدمش هنا، راني مريح برك. مول الحانوت وخرج قبيل قال لي يقعد في الحانوت ما يدخلوش السراقين، ورانا مغلوقين. هذه السلعه للدار ماناش نبيعو فيها. يا ودي خايف نحط لومينون نلقاه مش دم والقرعه تاعو غاليه، مانيش حاب نضيعو، لازم نستعملوه غير في المواقف اللي يصير نحتاجوه فيها. وي سما عندك هذاك لومينون اللي يعرفوا به الدم وتقول لي ذوق. انت رخيص كبير. انت تفرق بين السكر والملح، على بها اثق في الذوق تاعك اكثر من لومينون. السكر حلو والملح مالح. شفت كيفاه؟ والله انت هارب علينا، بصح يشكرك شويه. والله غير خلعتوني يا الشاف، حسبتكم الكونترول. اتفضل كاين كلش، ما كانش الهريسه برك. ما تمسخرش، ما كاينش الهريسه. ما كانش هريسه، خطره واحد مرض بالبواسير قالنا ما تزيدوش تبيعوها. مال هذاك واش ما تقوليش اللي راه في راسي. بالك طماطم. خي قلتلك طماطم. وين رايح؟ راح نتاكد الى دم بان نحيت سوسويس. اصبر راني جاي ندوق، وكل لا تضيع البرودوي. يا ودي روح، واش اللي تذوق انت؟ خطر عطيناك الذوق مغرفه هريسه حسبتها طماطم. هذا دم مش هريسه. شعل اللمبه. سما عندي الحق، انت تخلص لي بيزا. سما انا نخلص لك بيزا وانت ترجع لي الدراهم بعد. يا ودي شعل اللمبه. راني شعلت لك. لي بين راهم جدد، الليل تولي تشوفو نهار. يا ودي مش هذيك سا الطوموبيل اللي دير ويو. الراديو راه شويه ضعيف في المنطقه هذه. سما انت راك تمسخر، قادر واحد راه مات ولا راه يموت وانت ماكش حاطه في مخك. واش بيك؟ يا سعيد، من اللي عرفتك بداو يجيوني غير المشاكل. قطعت لي التريكو اللي راني نبيع فيه، كسرت لي النواظر اللي شريتهم جداد. والله غير ما تطلقش روحك بزاف، قريب تفش بينا الروض. غير كيما عاودتهم ما عنديش دراهم باه نزيد نعاودهم، ما خليت لي والو باه نعمر ليسونس وما كانش. مزيا لامان جا كبير، لو كانك ما درتش لتم. هاك من ليسونس من التقل تاعك يا الزح. واش داني نهضر على ليسونس؟ شوف راني راح نعمر ليسونس، تولى دير كجاست ولا تعيط ولا تلعبها خايف. هاك من قبيل دير هذيك، رتح شويه منها، نعمر ليسونس وكمل دير تاعك. شبيه هذا قاعد يخسر؟ شبيك تشوف؟ مليحه هادي. يا سعيد، ولاو الناس يقادروني، واخيرا صرات لي حاجه مليحه من اللي عرفتها. شبيك خايف؟ خي ما درتش والو. واه خويا انت بديت توسوسني. واش بيك تخزر مع الطوموبيل؟ دم. الدم. الدم هذيك سعود الفرخ ضربتو ماشي بالعاني. راك عارف الطيور كيجيوك مع الطريق كي تكون تسوق، لو كان تحبس على جالهم دير اكسيدو. لو كان غير جيت على بالي خلي ندير اكسيدو ما نضربش الطائر المسكين. جي فيا ما تجيش في الفرخ مسكين. يا سعيد، ديما ديرنا في المواقف المحرجه. يا حط لي ليسونس باطل ولا درك نحطك معاه في لامان، وما تعيطش لابوليس كي نروح ولا نحطك في لامان. الو، ما كانش الصوت، راني نسمع في والو. راك داير كيتمان، نحي الكيتمان مودنك باه تولي تسمع. الو. يا اوكي. قال لك واحد لابس نواظر مكسرين وعنده دم في الطوموبيل تويوتا، وهز واحد في لامان اسمه سعيد في الطريق الكبيره، حدا تاع ليسونس. يا سعيد، اني هابط نمسح الدم تاعك بالتريكو اللي قطعته، واخيرا لقينا له فايده. يا سعيد ما تقوليش مت. ما تمسخرش، صوت لابوليس.
هذاك الحمار قلت له ما تعيط لهمش ومن بعد نعاود نولي له. لازمني ما نتسرعش في هاد المواقف. شبيها الطوموبيل ولات خفيفه بالك سعيد ما تقوليش هبط. انا تاني ما خممتلاش، كنت نقول له بالك الهوا ما حبش يدخل لك، ياك شرينا بقره في العيد وجبناها في هذا لامان وما صرا لها والو. معليش لازمني نتحمل الاخطاء اللي درتهم، درك كي نلقاه ما راحش نخليه. يا سعيد وين راك متخبي؟ اخرج ما ندير لك والو، راني جبت لك هذيك الطبيبه اذا تجرح دير الكول، والخطره هذه اركب في الطوموبيل من قدام، ما نديرلكش في لامان. عاد النواظر يديرونجي ولازم نلوحهم هنا، ما كانش اللي راح يعرف باللي سعيد. هاو اللي كان في لامان من تحت جابو يدفنوه هنا، وها من النواظر المكسرين تاعو نحاهم با يقدر يشوف. تيري عليه لو كان ما يسمعش، لو كان ما تيريش عليه تصرانا كيما هذاك اللي من تحت. حبس كيما راك ما تحركش، لو كان يلعبها ما يسمعش تيري عليه. بصح تخاف ما تكفيش رصاصه. تيري بصح انت تكفيك رصاصه. واش يا السمين انت شفتني واش درت؟ ما تقول حتى واحد ياك. هيا ندفنوهم هنا وكل واحد يروح في طريقه، انت ما شفتش وانا ما شفتش.